معركة فائقة السرعة شعل بين الديك الفرنسي والتنين الصيني على حلبة مغربية، والحكم في هذه المعركة هو القرار المغربي اللي غيعلن على الفائز في هذه المعركة اللي كيتسناه بروجي بمليار دولارات. واحد القطار مغربي فائق السرعة غيربط بين الدار البيضاء وأكادير مرورا بمراكش، ومن هنا غتبان فرنسا وتبغي تكمل على التجربة الأولى ديالها البوراق في الخط الثاني ديالو في المغرب الدار البيضاء أكادير. ولكن هذه المرة كاينه منافسة من الجانب الصيني، داكشي اللي غيخلي ميزانية المشروع تنخفض شوية على حسب العرض الأرخص والأغنى من الناحية السياسية. فشنا هي حقيقة الخط الثاني للقطار البوراق واللي غيربط بين مدينة أكادير والدار البيضاء، وشنو هو المرشح لأخذ أولوية إنجاز هذا المشروع؟ هاد الأسئلة كاملة غنتعرفوا عليها وإياكم في هذا الفيديو. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين باش تدعمونا على صنع المزيد ان شاء الله. قطار البوراق حاولت فرنسا تكون الأول من الملتحقين، إلا أن الصين حتى هي عرضت راسها وطلبها تركب هذه الرحلة. داكشي علاش خاص وحدة من هاد الدولتين ترجع للور، والمغرب من بعيد كيشوف هذا الصراع بدم بارد وكيتسنى يوصلوا أفضل عرض من الناحية المالية والسياسية. المغرب بوابة إفريقيا الجديدة. هذا العنوان خلى كل الدول المتقدمة تجري باش دير استثمارات وعروض في هذه الدولة، لأن المغرب كيتمتع بموقع استراتيجي وبلد أكثر تطورا في شمال إفريقيا وأكثرها أمانا للاستثمارات الأجنبية بفضل معابره الإفريقية. هنا غيتم عرض مشروع TGV أكادير خلى المنافسة تكون لإزاحة فرنسا من الجبهة المغربية. ماما فرنسا استولت على بزاف ديال القطاعات في المغرب، من بينها البنيات التحتية، مشاريع، بنايات، ووصلت حتى للتعليم ديالنا. ولكن المغرب مؤخرا عرف بلي كاينه الأهلية في بلاصة ماما فرنسا، داكشي اللي خلاه يشوف منافسين وبدا الاستثمار مع الصين، وعطاها بزاف ديال المشاريع في المغرب اللي كملتهم الصين على أتم وجه. وأفضل مثال جسر محمد السادس بالرباط، أكبر جسر في أفريقيا، تحفة فنية نشأتها الشركات الصينية في البلاد. داكشي علاش كاين أمل كبير أن مشروع قطار TGV غتاخدو الشركات الصينية، مادام أن فرنسا بقت ساكتة على قضية الصحراء المغربية. البوراق TGV أسرع قطار في إفريقيا. قبل سنوات دار المغرب خطط باش يتم ربط جميع جهات المملكة والمدن بالشبكات السككية. الخطة فيها 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة و3300 كيلومتر من الخطوط الكلاسيكية. بدات هذه الخطة عام 2007 من اللي اعلن المغرب عن إنشاء قطار البوراق اللي كيربط بين طنجة والدار البيضاء. وهذا القطار اللي قلص ساعات السفر، تخيل معايا، من 5 سوايع ل2 سوايع، حيث كتوصل السرعة ديالو ل 340 كيلومتر في الساعة. هذا المشروع اللي قامت به فرنسا، وباش تبني هذا المشروع قامت بإنشاء 12 جسر و164 قنطرة. هذا المشروع اللي كلف 2 مليار أورو، مول فيه المغرب 28% وفرنسا مولات 50%، والباقي جا من الكويت والسعودية والإمارات، الدول الصديقة للمغرب. من بعد هذا النجاح قرر المغرب إنشاء الجزء الثاني من هذا المشروع، هو أكادير الدار البيضاء، وغيمر من مراكش، 2 عواصم سياحية في المغرب، بحيث كيجي لهم ما يقارب نصف سياح المغرب كامل سنويا. هذا القطار شعل حرب قطارات بين فرنسا اللي بغات تحافظ على المكانة ديالها في إفريقيا، وبين الصين اللي بغات دير بلاصة ديالها في إفريقيا، وعرضات على المغرب تمويل المشروع بفوائد قليلة وعلى فترات زمنية طويلة، اللي يخول الإمكانية الكبيرة لحصول الصين على القطار الثاني بفضل داك السجل اللي فيه بزاف ديال الإنجازات في هذا المجال. وأنا شخصيا الرأي ديالي فحال الرأي ديال الشعب كامل، نتمنى أن هذا المشروع تاخدو الصين، لأن فرنسا ما بغيناش مازال في البلاد، قهرتنا في جميع المجالات. نتمنى تخليو لي الآراء ديالكم تانتوما في التعاليق. إلا عجبكم الفيديو نتمنى تعاونوا معنا باشتراك وتنشروا الفيديو على أوسع نطاق. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.